بلا إرادة ولا شغف ولا روح، الأهلي يتعادل إيجابيا مع إنبي 1-1 في أداء كارثي، في سيزون كارثي أول مرة يحصل في تاريخ النادي الأهلي. مع إن أنت معاك سكواد المفروض، والله أعلم، المفروض يبقى أفضل سكواد في تاريخ النادي الأهلي أو أفضل سكواد من بعد الجيل الذهبي، ده المفروض اللي على الورق. إنما على أرض الواقع يعني نادي بسيون والله العظيم ثلاثة أفضل من اللعيبة الأشباح اللي بتلعب دي. الاهلي واصل للاسف النتائج المخيبه للامال. وانا قلت لكم بعد روبيرو، قلت لكم والله العظيم، انا الكابتن عماد النحاس فوق راسه، والراجل واخد دوري معانا السنه اللي فاتت وعمل نتائج حلوه، بس قلت لكم الكابتن عماد النحاس ما ينفعش نعتمد عليه مدير فني. المشكله هنا ايه؟ ان المشكله هم حاطين الكابتن عماد النحاس 5 ماتشات عقبال لما يجي الايه بقى، توقف الدوري. طب انا استنى ليه 5 ماتشات؟ منهم ماتش الزمالك، منهم ماتش قمه، خلاص انت تعادلت او خسرت، انت خلاص. هو اصلا صعب خلاص، يعني انت بتتكلم الدوري قصير جدا مع التعادلات والتعثرات، والناس تانية عماله تهرب وتفوز وتعلى. الزمالك اللي احنا ما كناش حاطينه في الحسبان اصلا متصدر الدوري، هو طبعا لسه بدري، بس انت بتتكلم على نقط بسيطة، نقط يعني قد كده. هو فين روح لعيبه النادي الاهلي؟ فين اداء لعيبه النادي الاهلي؟ فين عزيمه النادي الاهلي؟ يا جدعان انا بتفرج للدقيقه 80، كنت بقى معلش مع احترامي للاسماء اللي هقولها، مع ميدو جابر واسلام محارب وبيكهام ما كان ناشئ، يعني الناس دي كانت في 2015 2016 ببقى مطمن ان احنا هنجيب اجوان وهنفوز. انا مع اللعيبه دي، انا مع الدقيقه 99، ولو لعبنا الدقيقه 115 مش هنجيب جون. ده لعيبه بتباصي، يعني عارف انت، مباصيه نيه حتى، يعني مش قادرين يباصوا. لاعيبه فاقده للشغف، لاعيبه خلاص انتهت. في لاعيبه كتيره قوي، اكتر من 8 9 لاعيبه انتهوا في النادي الاهلي يا جدعان ومعروفين. ما عندناش اجنحه، ما عندناش المشكله، ما عندناش اجنحه باللي احنا جبناها. يعني انت عارف اللي هو ايه؟ جبنا تريزيجيه حلو قوي، ما ظهرش تريزيجيه، وجيب جون هوس. انت بتعمل جون هوس يا اسطى؟ انت بتهزر يا جدعان، انتوا بتهزروا يا جدعان. هو والنادي الاهلي بقى مستباح كده وما بقاش فيه؟ انا مش فاهم، هو الاهلي بيعاقب واللاعيبه دي مش واخده عين حمراء من مدير فني؟ ما هو اكيد اللي بيحصل ده حاجه، في حاجه غريبه في النادي الاهلي انا مش عارفها. بس اللي عايز اقوله ان للاسف 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 الواحد بيبقى عنده نظره يعني بعيده شويه. انا قلتها لكم، شوفوا بعد روبيرو ما مشي، شوفوا رأيي ان الكابتن عماد النحاس يمسك، ورأيي فيه تكتيكيا قلت، ورأيي فيه ان هو ما عندوش مرونة حتى في الخطة، ما عندوش اي حاجة، 11 لاعب بيلعبوا. ده في كارثة، في كارثة، تصريح كارثة، بس مش هحطه هنا، انا هحطه في البوست الجاي. تصريح كارثة، تصريح كارثة عن زيزو، هبقى احطه للكابتن عماد النحاس عشان يعني يبقى الواحد يعني جاب اخره والله العظيم. للأسف الأهلي يتعادل إيجابيا زي ما قلت مع إنبي، وللأسف تاني وتالت ورابع بنبعد أكتر وأكتر وأكتر عن المنافسة مع سكواد المفروض ياكل الأخضر واليابس. التوفيق للنادي الأهلي في المباراة القادمة، وربنا يصبرنا على اللي بنشوفه.